عرفتوا معايا يلا غادي نبدا الفيديو بحال هكا بان ليا في الكاميرا هاد الحجاب هذا. وانا نقول شوف دابا انا كنت نسيت الكاميرا بحال هكا خدامه وسجلت الفيديو ما رديتش ليه البال، فغادي يبان لكم يحسب لكم مسحوب. ف حس بصح داير بحال هكا، داير بحال شي سحور. المهم هذا غير الكحل، غير الكحل، ولكن غنحلو قدامكم. ناري عرفتي الا مشيت درت شي حفايضه اللي هي فضيحه غترول ليا الدنيا كامله. المهم هاو كحل، هذا عطاوه ليا هنا، باقي ما درتوش غير شي قرعه اللي يمشي بالكم بعيد. المهم حيت كاين شي معتقدات اللي من ضمن اللي غنهضر لكم عليه في الفيديو ديال اليوم. اي حاجه كيربطوها بالسحور، اي حاجه مكمسه كيربطوها بالسحور، فما يمشيش بالكم بعيد غير الكحل. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم فيديو في احسن الاحوال. ما تنساونيش من اللايكات لان تبارك الله الفيديوهات كيكونوا طالعين، ولكن عارفاكم كتنساو اللايكات. فهمتي دابا اختي ديري لي واحد اللايك وواحد التعليق. بالنسبه للتعليق كيف ما قلت لكم، التعاليق اللي كتكون زوينه فانا راه كندير ليها قلب وكنجاوبها بكل حب، والتعاليق اللي كتكون ماشي هي هذيك على حسب العقليه ديالتي ديك الساعه وعلى حسب الجو عندي. اذا كانت راشقه ليا اختي رانا كنجاوبك، ما كانتش راشقه ليا يا اما نمسحك يا اما نبلوكي، كنخليك تما دايره ستوب. لان مادام انك انت ما كتفرجيش في الفيديو من الاول حتى الاخر فما تدخليش تكتبي واحد جوج حروف وانت ما فاهمه حتى حاجه وما سامعه حتى شي حاجه. المهم هذه بين قوسين. بالنسبه للفيديو اللي غادي نهضر لكم اليوم عليه، غادي نهضروا على الفيديو ديال اسماء. الصراحه هذه اللي تنقولوا عليها امراه ب1000 رجل، ولكن راه ما جاتش ولات امراه ب1000 رجل غير هكاك، غير هكاك. راه جات بالظروف، جات بصعوبات، جات بعراقيل في الحياه، جات بزاف ديال الحوايج، ولكن الحاجه اللي خلاتها انها تكون توقف على رجليها وانها تقول انا كاينه، وانها تزيد الطموح ديالها ما يبقاش مقتصر فقط غير في العقل ديالها، بل انها تديرو في الارض الواقع وتخلي اعمالها وتخلي داكشي اللي كانت كتحلم به وكتطمح ليه يتجسد لها على ارض الواقع. راه ما جاش غير هكاك. راه كيف ما تنقولوا ملي كنشوفوا شي راجل مثلا ناجح في حياته وغادي مزيان تنقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، فكذلك وراء كل امراه عظيمه رجل. علاش؟ لان قليل فاش كنشوفوا شي راجل ومراه مفاهمين. ماشي الحياه الزوجيه ما كتطلبش من حيت ملي كندخلوا كيتزوجوا المراه والراجل كتبدا ديك الصراعات، شكون اللي غادي تكون الكلمه ديالته اللي مسموعه هو الاول، شكون اللي غادي يكون هو اللي كيدير الاراء، شكون اللي كيفرض الكلمه ديالو. غير مثلا الا بغاو مثلا غير يسافروا كل واحد خاصو يقول للمدينه اللي غادي يسافر ليها، هو اللي يديسيدي في كل شيء، هو اللي يحكم، هو اللي يقرر في اي حاجه. الصوره اللي بغاو غير يعلقوها في الدار يبقاو يضربوا فين يعلقوا هذه فين يعلقوا هذه. علاش؟ لان كل واحد باغي يبين لراسو، باغي يبين للاخر بانه هو الاحسن. علاش؟ هادو لي كوبل، هاد العلاقات غالبا ما كيكونوش مفاهمين وما كيزيدوش لقدام، بحين ان ملي كيكون واحد لي كوبل مفاهم، يعني ماشي الغرض ديالهم ان شكون اللي غادي يبين انه هو اللي فكراته مزيانه، هو اللي قراراته مزيانه، هو اللي احكامه مزيانه، هو اللي كيعرف يجيري الحياه. لا، كتلقاوهم واحد كيكمل الاخر، واحد كيعطي الاخر فرصه، الاخر لا بغى يدير شي حاجه كيشجعوا، غاديين فاهمين. كتلقاو هاد لي كوبل غاديين مزيان وكتلقاوهم فعلا كيوصلوا، ولكن راه ماشي كيوصلوا غير هكاك، كيوصلوا لانهم باغيين بعضياتهم وباغيين يوصلوا بزاف د الحوايج، ولكن هادشي كيدفعوا الثمن ديالو بزاف. علاش؟ لان في العادات ديالنا حنا وفي الموروث الثقافي ديالنا تبارك الله زوين، اللي بين قوسين ماشي كلشي، كاين شي موروث ثقافي ورثناه زوين، وكاين شي حوايج اللي بصراحه ما عندها حتى شي معنى. من ضمنهم هما ان فاش كتلقى الراجل والمراه كتلقاهم فاهمين، المراه غاده مع الراجل اللي كيقول لها كتقولي وكتحاول تمشي معاه وكتجيريه. علاش؟ لان كتحس مثلا ان هذوك الافكار ديالو راه صافي هذوك افكار اللي كتحس بهم غادي كيزيدوا بهم قدام، فكتلقاهم كيقولوا لا حاكم فيك داير لي قا معك، كتلقى انتقادات. كذلك الراجل ملي كيكون عاوتاني كيسمع للمراه وعارف بان المراه كابابل وان المراه قراراتها كتعرف هي تجاري الحياه وداك الشيء، كيخلي لها الامور وكيبقاو غادي شنو تيقول له ساحره ليك ديري فاعله ليك، ما بقيتيش عندك الكلمه، ما بقيتيش راجل، ما قادرش دير الحياه ديالك. فهنا كيبداو صراعات، كيبداو واحد الصراعات. علاش؟ ما فهمتش حنايا هاد القضيه هذه، والله ما فهمتها. ملي كتكون واحد المراه وواحد راجل متفاهمين مع بعضياتهم وغاديين في حياتهم، ما شكون غيخليهم غاديين في حياتهم؟ ما كاينش ضروري من التوسويس ساحره عليك. داكشي علاش هضرت لكم على هذا الحاجه في الاول، لانه بصح يقدروا يلقاو شي حاجه مثلا بسيطه، شي حاجه اللي لا علاقه، كيأولوها دائما تاويلات، بعيد على انه يلقاو غير في الهضره، غير في بزاف د الحوايج كاين تاويل بزاف.
ولكن هنايا خاص الراجل يكون فعلا واثق في المراه ديالو، وكذلك المراه تكون واثقه في الراجل ديالها باش كيزيدوا لقدام. داكشي علاش الكوبل ديال اسماء احمد صراحه كوبل اللي يقتدى به. حنا ما غاديش نهضروا فقط على الجانب السلبي، على انهم كاين اللي غيقول لك وصلوا بسخط الوالدين، وصلوا من بعد ما انهم شوهوا بفلوس، ولكن هادشي كلشي كيبقى بوحدو كوم صفحه طويناها، وكيكون واحد الكوم اخر ديال التفاهم، ديال العطاء، ديال الحياه المشتركه، ديال واحد كيهز من الكتف الاخر، يعني بجوجهم غاديين دايرين العكاكز على بعضياتهم. هادشي راه ما كيمشيش بالساهل، يعني حتى هما تعرضوا لبزاف د الحوايج، اكيد لان كيف ما قلت لك في الحياه ديالتنا حنا راه ما كاينش، راه دي كوبل الا كانوا فاهمين ضروري ما يجيو ينبشوا فيهم، ضروري هذه ما حيدهاش لك الطبيب، ضروري ما يجيو ينبشوا فيهم، ضروري خاص اما الراجل هو اللي يكون كلمته بالنسبه سمحوا لي بالنسبه لهذه راه واحد الحلقه كبيره وانا كنشوف فيها بغيت نيك عليها وما قديتش، واحد الحلقه مهمه علينا. الا شاف واحد الراجل غادي مفاهم في حياته مع مراسو داكشي دونك ساحره ليه، هذه مفروغ منها. كانت المراه عاوتاني غاديه مع راجلها فاهمه في حياتها وداكشي قامعها. كاين عاوتاني واحد دي كوبل اخرين اللي هما غا بعضياتهم داخلين في صراعات، كل واحد باغي يبرز انا اللي احسن من الاخر. كاين عاوتاني دي كوبل اللي واحد باغي يحطم الاخر، لا انت اش كتعرف لا انت اش كتعرفي، المراه اللي باغا دير غير شي حاجه في حياه الراجل كيحطمها، لا انت ما غتعرفي والو ما غتقدي والو. هادشي كنشوفوه بزاف، في حين انهم هما كيشجعوا بعضياتهم. نجحت القضيه ما نجحتش الو كيشونجيو كيدوزوا لحاجه اخرى، ولكن كيلقاوهم خدامين. هي اللي بغات دير شي حاجه خدامه عليها وهو من وراها، هي كذلك اللي بغات دير شي حاجه خدامه عليها وهي من وراها، خدام عليها هو وهي من وراه، يعني خدامين كتلقاهم غاديين مع بعضياتهم. راه هادشي اللي خاصو يكون في دي كوبل، يعني خاص يكون داك التفاهم. الا كانت المراه ناجحه راه ماشي ناجحه غير هكاك، ناجحه غير حيت هي فقط صبحت لقات راسها ناجحه، راه ناجحه راه دازت بمعاناه، وناجحه لان كتلقى من وراها واحد السند، كتلقى واحد الزوج اللي فعلا فاهم الوضعيه. حنا راه ماشي تنقولوا انه خاصو يضرب في مثلا في الوالدين ديالو ولا في العائله ديالو باش يرضي الزوجه ديالو، ولكن خاص يكون واحد كيف ما نقول يكون داكشي عقلاني. الحاجه الامور اللي كتبان صحيحه راه صحيحه، ويكون عاوتاني واثق في نفسه، لان الانسان باش يجي مثلا عارف المراه ديالته قراراتها صائبه مثلا في واحد الموضوع هي اللي قررات فيه، ويجيو يقولوا لي كتقرر في بلاصتك، وهذا غادي يبغي هو مثلا يشونجي مثلا داك البروغرام كامل اللي دايرين، علاش؟ حيت هو زعزعوا ليه الثقه في نفسه، قالوا لي ما هي اللي كتسيرك. هنا خاص تكون واحد النسبه ديال الثقه في النفس، والثقه ديال ما بين الازواج والتكافؤ بيناتهم، لان باش كيوصل الانسان كيوصلوا جوج راه ماشي كيوصلوا غير هكاك، راه كيوصلوا كيف ما قلت لكم بتسكع عليا نتسكع عليك، صبر عليا نصبر عليك، لا طلع واحد ينزل الاخر، ما كنطلعوش حنا كاملين. النجاح ديال الاسره راه ما كيجيش بالساهل، راه كيكونوا كيف ما قلت لكم ملي كيكون بالعكس شتي الكوبل اللي كيكون فاهم هو اللي كيلقى صعوبات في حياته، والله اكثر من الكوبل اللي كيكون عنده مشاكل ديجا هما مع بعضياتهم، ديجا هما عندهم مشاكل. يعني الناس ما واخا يبغيو كاع يزيدوا مشاكل فهما ديجا غارقين فيهم، فهمتي؟ ولكن الكوبل اللي كتكون عليه الاعين هو الكوبل اللي كيكونوا فاهمين. كتلقى الراجل فاهمه مع المراه عاوتاني فاهم مع الراجل، هو كيدير لها خاطرها، هي كدير ليه خاطرو، كيبدا يقول لك ما عرفناش كدير ليه، ما عرفنا شنو كدير ليه، ساحره ليه، دايره ليه، الوغ كو هي محسساه بالرجوله ديالو، عاطيه داكشي اللي ربما نتوما ما قاديش تعطيوه مثلا لرجالكم لعائلتكم. كاين واحد شي حوايج اللي ما كيتعطاوش ماديا، ولكن كيتعطاو بالمعامله، كيتعطاو ان الانسان كتحسوا بانه بالقيمه ديالو، بالرجوله ديالو، بالمواقف ديالو. مثلا ملي كيطلع الا بان لك هو ماشي هو هذاك، فالانسان كيحاول يهبط، ماشي كيهبط حيت مثلا هو ضعيف ولا لا، كيهبط لان خاص الموجه تمر بسلام من بعد نتناقشوا. راه هادشي اللي كيزيد بالكوبل القدام. صراحه راه من ضمن الحوايج كاينين شي ناس اللي تيكرهوا اسماء بيوتي، كيكرهوها بزاف، ولكن ما كرهوش في نفس الوقت انهم يكونوا في بلاصتها، ما كرهوش انهم يكونوا ناجحين، تكون عندهم فيلا، تكون عندهم، ما كرهوش نهائيا. فهنا كنقول لك خدم على راسك، ما تبقاش داير الاحتياط، خدموا على راسكم. ولا شفتوا شي كوبل متفاهمين دعيو معاهم، يزيد الله كيف ما تنقولوا، يزيد الله في التغراد، يزيد الله يكمل الله في التفاهم ديالهم. شي كوبل ما فاهمينش دعيو معاهم ان الله يهدي النفوس ويجمع ما بين القلوب ديالهم. اما داك التدخلات والوساوس وداكشي راه كل واحد كيتجازى على الفعل ديالو. صراحه اسماء بالتفاهم ديالها مع راجلها، وبانهم غاديين صراحه في واحد لالين بحال ديك السكه ديال الماشينه، واحد لالين غاديين بحال هكا، يعني مقادين، هذا مفاهم مع هذا وهذا مفاهم مع هذا، مريقلين الامور ديالهم صراحه تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظهم الله يكمل عليهم. وهكا بغينا نشوفوا الشباب والشابات المغربيات المتزوجين اللي يكونوا غاديين بحال هكا في حياتهم مستمرين. يكون تفاهم، يكون الحب، تكون العشره، تكون ملي كنجيو ناقشوا شي قرارات ناخذوا شي واحد يشجع الاخر. الا كان ماشي العيب ان المراه الا كانت عندها فكره صحيحه هي اللي تجري الامور، ماشي عيب، هذا ما كينقص حتى شي حاجه من الرجوله، بالعكس
كيبين على ان المراه راه نجحت، راها واحد الرجل هو اللي مشجعها، هو اللي مساندها. فصراحه كيعجبني بحال هكا، كيعجبني حنا بلا ما نهضروش على داك الموضوع ديال الوالدين وداك الشيء، موضوع صافي فيه رساله. ولكن صراحه هذه النقطه عجبتني بزاف بزاف، لان فاش كنشوف شي كوبل بحال هكا راه عارف بانهم راه ما وصلوش لداكشي بالساهل. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما كنبغيش نطول عليكم فيديوهات صراحه، كنحاول نعطي لو ماكسيموم. ميم ملي كيسالي الفيديو تلقى راسي نسيت بزاف د الحوايج اللي تنحس بهم يقدوا يزيدوا شي حاجه بالفيديو القدام، ولكن كنيفيتي الفيديوهات طوال. فشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش نفكركم في اللايكات والتعاليق، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.